con il numero 64 Palumbo. أعزائي المشاهدين مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم وفي إطار منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإيطالي للدرجة الأولى في هذا الموسم، موسم 2020-2021 هنا في ملعب أولمبيكو تاتيكوم. هذه المباراة التي تجمع ناديي لاتسيو أمام نادي أودينيزي، وذلك في إطار الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإيطالي للدرجة الأولى في موسم 2020-2021. نادي لاتسيو الفريق الذي يحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة أمام فريق أودينيزي الفريق الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط. في هذه المباراة التي تجمع الفريقين طبعا لاتسيو الذي فاز على حساب زين سان بطرسبورغ في بطولة دوري أبطال أوروبا ويقترب من خطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن نهائي لدوري الأبطال أمام فريق غادر بطولة كأس إيطاليا في منتصف الأسبوع الماضي بخسارة كانت أمام الفيولا بهدف دون رد، معزوفة خاصة ببطولة الدوري. عندما حافظ الفريق على نظافة شباك آخر مرة في 3 مباريات لإغناسيو بوسيتو وكذلك فرناندو فورستيري، هذه الأسماء في تشكيلة نادي أودينيزي. لدينا أخوان موسى في حرس المرمى، هناك في تشكيلة الفريق العاصمي. طبعا اليوم ميلينكوفيتش سافيتش يعود، إن اليوم الأمر صعب أمام فريق منتشي بتحقيق انتصارين، ركلتي جزاء، كرة تنقل في الطرف الأيمن، ملعوبة هذه الكرة عن طريق رودريغو دي، هذا الفريق الذي يعتبر ثالث من جديد لمصلحة فريق لاتسيو. الكرة أصبحت عن طريق اللاعب لويس ألبرتو، عند الكرة التمريرة حاضرة، تدخل على محمد فارس في اللقطة في الطرف الأيسر عن طريق اللاعب محمد فارس، تنقل في الطرف الأيمن، البحث عن مرور، تقدم إلى الجهة اليمنى، الكرة ما زالت قائمة في الطرف الأيمن، تنقل هذه الكرة في اليمين، ضغط عالي من محمد فارس، مصلحة فريق أودينيزي، التصويبة جول. قذيفة كانت وليست بتسديد الكرة الماضية، نعم التسديد من تولغاي أرسلان، من كان قريبا من مغادرة أرضية الملعب اضطراريا، ولكنه هنا يسجل أرسلان وأول أهداف اللقاء لمصلحة فريق أودينيزي في هذه اللحظات. هكذا بيريرا تقدم وبعد ذلك وصلت بهذا الشكل، شاهدوا هنا المرور من اليسار، وصول بعد ذلك بكرة ومرور آخر وبتمهيد أتى باتجاه محاولة ما زالت قائمة عرضية ترسل عالية الرأسية هنا من نوتي عن طريق اللاعب كالدريفا من علامة الجزاء بالنسبة لفريق أودينيزي. كرة تصل من الركنية، التسديدة هنا خط التوقيت الآن مع هذا التقدم في النتيجة، بينما هنا إيموبيلي لاتسيو. كرة ستنفذ لويس ألبرتو، عند الكرة يحاول لويس ألبرتو ينقل موبيلي، يمهد كرة في الطرف الأيسر، عرضية تأتي ولكن سهلت عند حارس، ركلة ركنية تنفذ الآن أرضية هذه المرة، الكرة ما زالت قائمة، تغطية لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء. لويس ألبرتو يرسل كرة عالية، التغطية تنقل هذه الكرة باليسار من جديد لمصلحة، ولكنها تضيع هذه المرة. ونشتي فرادو، محمد فارس يلعب كرة في تنفيذ لويس ألبرتو، والتسديد الصل لمصلحة فريق أودينيزي، منقولة هذه الكرة في وسط الميدان. ألبرتو في الطرف الأيسر، كرة منقولة كبيرة، الكرة ما زالت قائمة من الطرف الأيسر، محمد فارس عند الكرة باليسار، تمريرة لكن كرة بتعود مرة أخرى إلى خطأ يصفر حكم اللقاء في هذه الأثناء. خطأ كان موجود في الكرة الماضية، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لفريق أودينيزي. كرة وصلت الآن، محاولة قائمة، بينما هنا لفريق لاتسيو داخل التعادلين وخسارة. هذا الأمر اللي يحدث للمرة الأولى منذ الأربعة الأولى لفريق لاتسيو. انتصار، محاولة قائمة، ترسل كرة عالية خطيرة هذه المرة، لكن
في الجهة اليسرى لمصلحة فريق لاتسيو، عرضية ترسل لكن حارس. دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي لشوط. أبدا اللاعبين قبل هذه المباراة بمن سيلعب طبا، ولا بد كذلك أن يخرج فائزا من هذه المباراة أمام. حاول قائمة فرصة المرور والتقدم في اليمين، بينما هنا سقوط مطالبة بوجود خطأ. حكم اللقاء يصفر خطأ. الحكم هنا يصفر خطأ. بطاقة صفراء تظهر في هذه اللحظات. نعم، بطاقة صفراء تظهر في هذه اللحظات على لاعب فريق لاتسيو. بعد فارس والاستلام، محمد فارس كان متسللا وبالتالي عند الكرة 4 بطاقات صفراء في هذا. تلعب هذه الكرة تصل إلى أقصى الطرف الأيسر. فارس والاستلام، محمد فارس كان متسللا وبالتالي الكرة إلى ركلة حرة غير مباشرة. ركلة حرة غير مباشرة. تيبولي ومر الكرة خطيرة. جول 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 جول. الثانية هدف التعزيز لفريق اودونيزي. حان ميعاد الآن، حان وقت الآن عن طريق فرناندو فورستيري يسجل الهدف الثاني لفريق اودونيزي، وبالتالي الأمور أصبحت أصعب وأصعب على فريق لاتسيو. هذه الكرة وهذا الخط من محمد فارس في اللقطة الماضية. بعد ذلك الانطلاقة إغناسيو وصلت في اليمين إلى تيبول، منقولة كرة. هنا التمهيد هنا من عشاق فريق اودينيزي، لم يكن يتوقع هذا. محمد فارس غادر